عسلامة عسلامة، مرحبا بكم. ايش قولكم في صحين مقارونة بالكروفيت ومعها رويس قرنيط كيما هكا؟ ايش قولكم؟ يشهي ولا ما شهيش؟ تحبوا الريسيت ولا ما تحبوش؟ اي تبعوني. اي عندي هوني كروفيت، نظفتها، نحيت لها الساقين نتاعها والراس. ساقين طيشتهم ونظفت الظهر بالكيردون، خرجته من هناك الخيط الرملي هذاك اللي يقولوله، خرجته وخليت الروس هنا بعد ما غسلتهم وكل شيء، خليتهم في الماء باش يغليو. هذاك هو الماء باش نمرق بيه طماطم وثوم، هذا مش نرحيهم، وهذا بصل وفلفل اخضر. هوني باش نصب زيت زيتونه، خليت الغادي الروس نتاع الكريفات يغليو، وهوني بصل وفلفل وزيت زيتونه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. حطينا الطماطم هوني، راس قرنيط هنا حطيته مقسوم على 2. لهنا عندي الماء نتاع الكريفات باش نطفي عليه، هذاك باش نمرق بيه. هي خرجت فيه القوة، وغرفة صغيرة طماطم. تفاح نتاع حوت انا عملته وحدي، مغرفة فلفل زينة، فلفل اكحل، كركم. تو باش نزيد كعبة الكريفات. بعد ما تعقد الصوص ونزيدو قرين فلفل اخضر اختياري، خاطر حطينا من الاول الفلفل الاخضر، نخلطوها وهكا تكون النتيجة. بعد ما زيناها نودكم ولا نشهيكم في ساعة ما تحضر، اقل من نص ساعة خذيت لي، اقل فهمتوا؟ نوصيكم حاجة برك، الكروفيت حطوها في الاخر وحاولوا طيبوا في حاجة اوسع. انا طيبت في هذيك جاتني تطرش برشا وكل شوية نمسح الغاز. وش هي طيبة